ابن المقفع في كتابه يقول مثل، يقول بأن هناك في ثعلب دوخ الدجاجة الحمراء، دوخها لحد ما أكلها، جننها يعني. إيش يعني دوخ الدجاجة الآن اللي يعملوه؟ اللي هو مثلا أعطيك مثلا الآن التبغ السجاير مضرة ولا مفيدة؟ مضرة، عارفين منذ يعني مئات السنين عارفين انها مضرة، صح؟ ومكتوب. انزين ايش رايك يا شيخي ان في دراسات تقول لك ان فيها فائدة؟ مكتبة الكونغرس روح شوف دراسات كثيرة تقول لك ان التبغ مفيد، في فوائد ايضا للتبغ. فتخيلوا معي علم ضد علم. هذا اللي يسميه ايش؟ يغرق السوق يغرقوه بمئات الدراسات. اعطيكم اذا مثلا عندنا الشاي في دراسات تقول لك الشاي مفيد، وفي دراسات تقول لك الشاي ماذا؟ غير مفيد، صح؟ وكل علم. ما سألت نفسك ما هي من وين هذه الدراسات اللي تقول بأن الشاي مفيد؟ من مولها؟ من دعمها؟ من مولها؟ من دفع فلوس للباحثين الذين قاموا بهذا البحث؟ تحصل الشركة هي نفسها بالعلم. طيب نفترض مثال، شيخي اسمك سعيد، أخونا سعيد راح حاب يشتري منتج من السوق، وأخونا سعيد مثقف، فقال والله أنا قبل لا أشتري حاضر معطل هذا الرواحي محاضرة، وقال لي يقرأ شوية ما تأخذ أي شيء. فراح أخونا سعيد دخل جوجل حاب يقرأ عن هذا المنتج، حصل 395 دراسة عن هذا المنتج. بيقرأها سعيد؟ يقول ما فينا، خلنا أبوي يشتري وغمض عيني. هذا تدويخ الدقائق. شو عندما يغرق المجتمع بمئات الدراسات، أنت ما تقرأ الدراسات هذه، ودراسات ما متناقضة، لكن من يدعم هذا؟ من يدعم هذا؟ غالبا أنا أقول لكم إياها الآن وتحمل هذه المسؤولية. غالبا هناك شركات عملاقة الهدف الأول والأخير هو الربح المالي المادي، بعيدا كل البعد عن موضوع التربية، موضوع أبنائكم، موضوع الصحة، موضوع ولدي صحتك تكون بخير، موضوع الأشياء المسرطنة، الموضوع هذه كلها بعيدة كل البعد. هدفهم 1 زائد 1 يساوي 2 مال. بالتالي إن لم ننتبه لمثل أنا دائما أسميهم شياطين الإنس. شياطين الإنس، أقول دائما في محاضراتي شياطين الإنس الآن يتفننوا في إمراضنا، يتفننوا في تدميرنا. يا جماعة الخير جعلونا نتفنن في التوعية، نتفنن في إن نحن نتجنب مثل هذه الأشياء.